مرحبا في بودكاست أسلوب حياة، معكم أنا حنان الورد. موضوعنا لهذا اليوم: كيف أستمتع بحياتي. الحياة جميلة جدا عندما نصحى من جديد ليوم جديد للتفكير بإنجاز واحد على الأقل في اليوم، اللي نكون فيه بكامل صحتنا، والتفكير فيما حولنا من أشياء جميلة خلقها الله لنا حتى وإن كانت صغيرة وقليلة. كلنا لدينا مشاغل ومهام ومسؤوليات في حياتنا اليومية، وهذا يكون على حساب حياتنا الخاصة وأعمارنا والاستمتاع فيها، ولكن هذا لا يمنع أن نسعى إلى نمط حياة صحي. فلا بد أن نعطي المساحة لبعضنا البعض للاستمتاع بالحياة. الأمس لن يعود، لا بالساعة ولا باليوم، والغد لن يأتي كما خططنا له إلا بإذن الله. والتفاؤل شيء جميل في كل يوم، ولكن عش يومك بكل ما فيه كأنه آخر يوم لك. لماذا لا نزرع الفرحة في قلوبنا وللآخرين؟ لماذا لا نجعل الفرحة والاستمتاع فيها شيء جميل؟ يجب أن يكون حتى يوم، حتى أسبوع، حتى أسبوعين، حتى مرة في الشهر مع من نحب. لماذا لا نخصص يوم إجازة أو يوم لراحة مع العائلة والأصدقاء والمكان القديم الذي اعتدنا أن نذهب إليه مع أحبابنا، وعلى زيارته وإن كان فيه راحة للقلب والتفكير بإيجابية والقرار بأن لك الحق لراحة عقلية وبدنية وحرية، وأنك إنسان يحق لك أن تضحك وإن كانت مشاغيل أشغلتك عن عمرك الذي فات. فلتبدأ من جديد، ولا تقل فاتني القطار، فأينما كان عمرك يجب أن تفرح. خصص ولو ساعة أو ساعتين للأمنية البسيطة التي كنت تحلم بها، التي تقدر عليها، للاستمتاع فيها لما فيها من فوائد كبيرة. كن مع الأشخاص الجميلون من الداخل، فلتزرع الابتسامة والبهجة لمن حولك. لا تكن في نظر الآخرين أنت المسيطر، أنت الكبير، ولا يحق لك أن تستمتع بحياتك. لا تكن الأصبع الموجهة دائما والمشرفة والقائد الذي لا يجب أن يضحك أو يمزح، فلا يعد من عمرك أو سنك وداخلك طفولة ناقصة. عشها إن كانت مع نفسك حتى ولو لحظات، أو مع غيرك، مع من تحب. لا تقل غدا، لا تقل فاتني القطار، لا تقل عيب، لا تقل لا يوجد وقت، لا تقل لا يحق لي، لا تقل عادات وتقاليد. أنت إنسان في الأول والآخر، إنسان بما تعنيه الكلمة. لك الحق بالاستمتاع بهذه الحياة. إلى هنا تنتهي حلقة بودكاست أسلوب حياة، معكم أنا حنان الورد.